حبايبي، ودي الحلقة الرابعة من صندوقنا بوكس الذكريات أو صندوق الذكريات. النهاردة وأنا بفتحه كده وبقول يا ترى هتكلم على إيه النهاردة، أو هقلب في أنهي ذكرى أحب أشارككم معايا فيها. طبعا مش هلاقي أحسن من الذكرى دي اللي هو كارت فرحي. طن شوفوا كارت فرحي، حد عنده زي الكارت ده؟ بعد 23 سنة الزمن عمل عليه بصراحة، وأولادي بيحبوه. وطبعا فرحي كان مميز، مش هقول فرح أميرات أو حاجة، أنا فرحي واللي حصل لي كان غير أي عروسة. بتهيألي مفيش عروسة حصل لها اللي كان حاصل لي يوم فرحي، ولو حد حصل له كده يكلمنا في التعليقات ويقول لنا. بما إن النهاردة 11/9، يعني فاضل 3 أيام بالظبط على يوم فرحي، كان 14/9، يبقى حبيت أشارككم الكارت ده اللي أول ما دخلت عروسة لقيته على الكومودينو بتاع أوضة النوم. قلت له إيه ده؟ إيه الكارت ده؟ قال لي يعني هعزم الدنيا كلها وما اعزمش عروستي على فرحي؟ فعمل لي كارت جميل وشيك وكان طعم قوي. طبعا الكارت ده مش زي الكروت اللي بتتوزع على المعازيم. كروت المعازيم زي الكارت ده كده، كان كارت فرحي اللي راح لكل الناس زي ده كده بالظبط. وهتفضل الكروت طول عمرها موجودة، من زمان موجودة، ودلوقتي مهما في تليفونات أو نت لازم شكل الكارت ده. وده كارت فرح محمد أخويا الله يرحمه، أنا محتفظة بيه، بحب دايما أفتحه وأتفرج عليه. دي الكارت اللي كان بيتقدم للمعازيم. أما أنا بقى جوزي عمل لي الكارت ده مخصوص هدية بقى، كان فيها ورد وكان فيه فيونكات ستان، بس العيال كان كل شوية يحبوا يتفرجوا عليه، طبعا اتبهدل. وده بقى فضل اهو، كل ما ده اطلع واتفرج عليه. افراح عائلات زين الدين والفقي، وده بقى ايه حمايه واخويا، وده صلاح زين الدين اهو، والانسه ايه انا. كان يوم السبت موافق 14/9/2002 في الحفل بحديقه العائلات بفوه، ويحيي الحفل باقه من ألمع النجوم. طبعا ده بيفكرني بذكريات جامده قوي. طبعا اللي حصل لي وانا عروسه ما حصلش لحد. قبل فرحي باسبوع بالظبط اللي حصل ان انا كنت بجيب المكوه بتاعتي، مكوه الهدوم كانت هي اللي فضلالي من محطه الرمل. رحت اجيبها، كان في رصيف كده بعدي السكه، فوقعت من على الرصيف، طبعا رجلي انكسرت. طب يا حول الله يا رب، طب الحل، طب الحكايه الروايه. الدكتور قال لازم تتجبس ازاي وفرحي بعد اسبوع وكاتب كتابي كمان يومين والعفش بيجهز رايح؟ طب اعمل ايه؟ وماما مش راضيه تاجل الفرح، وكمان صلاح حاجز الحديقه وخلاص دافع فلوسها. طب ممكن اجل الحجز شويه شهرين؟ ماما قالت لا، لو الفرح هيتاجل ما ينفعش في الشتاء، عشان معازيمي واصحابنا ومعارفنا مش هينفعوا يروحوا من اسكندريه للبلد في الشتاء، يبقى يتاجل سنه بحالها. طب نعمل ايه كده؟ الحجز هيتلغي. ما كشفت عند الدكتور بقى، قال لي ما فيش قدامك الا حل واحد، راح تم لمدة الأسبوع ده، وفي الفرح تحاولي ترتاحي وما تقوميش تمشي بالراحة. تخيلوا عروسة ومكسورة. كاتب الكتاب بقى كان في الشقة بتاعت محمد أخويا تحتي، وأنا في الشقة اللي فوق. طلعوا لي يا دوبك كده الإيه، أمضي وأبصم ونزل غميدي، ما حدش، يا دوبك سألوني مين وكيلك وخلاص، شفتش حاجة. والعفش راح طبعا، وأنا مكسورة قاعدة في البيت. سافر البلد، يا دوبك سندوني أتفرج عليه من البلكونة بتاعت بيتنا في اسكندرية. طبعا يوم الفرح كنت، لا قبل الفرح بقى راح اجيب الفستان والجزمه، رجليا ورمه. طب ما انا عشان اتحركت كمان ورمت ومكسوره، طب هجيب الجزمه ازاي؟ انا مقاس رجلي صغير، كل ما البس جزمه رجلي المكسوره مش عايزه تخش في الجزمه. طب والحل؟ اضطريت اجيب مقاس كبير واجيب فرش الرجل السليمه. بقيت بقى ماشيه عامله زي فطوطه، الجزمه كبيره ورجلي السليمه حاطه لها فرش مزوداها عشان تضيق الجزمه، والورمه محطوطه في الفرده الواسعه. ورحنا الكوافير. كوافيري بقى كان في المنشيه، في حسن عرايس في المنشيه، عند حسن عرايس، كان اشهر كوافير وقتها في السبع بنات. وفرحي في فوه، يعني كمان سفر. وكل العرايس قاعده زعلانه، اللي تقول ده انا بعيد، ده انا لسه هروح المنتزه، واللي فرحي مش عارفه في سيدي بشر. انتي فرحك فين؟ قلت لهم لا انا في حته قريبه خالص. قالوا لي فين؟ قلت لهم رايحه محافظه تانية، انا رايحه كفر الشيخ. تخيلوا رجلي ورايحه كفر الشيخ. لغايه بقى ما جه عريسي وخدني بالعربيه وسافرنا على البلد. سيبنا فوق ورحنا على بلد تانية بعدها يعني بقريتين كده. رحنا قبريت عشان الاستوديو بتاعنا كان هناك. اتصورنا ورجعنا تاني على فوق، كل ده وانا على رجلي. ورحت المسرح وبص لقيت المسرح سلالمه عاليه كمان.
بقوا يسندوني بالراحه، يطلعوني. انا ما اعرفش طلعت ازاي لغايه دلوقتي، والناس ما تعرفش ان انا رجلي مكسوره، كله مفكرني بقى مكسوفه وبيسندوها، جايه بلد غريبه. المهم قضينا الفرح، والفرقه عايزه ترقصنا. يا جماعه انا ما برقص. يا جماعه، والاخر قلت لهم انا رجلي طب اقفي بس تصوري، رجلي مكسوره. يا جماعه ازاي عروسه رجلها مكسوره؟ طبعا ما تتخيلوش. حتى لما روحت والصباحيه بقى، لازم الصباحيه من اول يوم زمان الناس يجوا يصبحوا عليا وانا ماشيه بقى بزك على رجلي، ربطها برباط ضاغط، كله العروسه مكسوره يا جماعه. العروسه مكسوره. لحد بعد الاسبوع طبعا رحت كشفت بقى وعملت اشاعه، الحمد لله عدى الاسبوع على خير، وجبست رجلي بالسلامه، وقضيت شهر العسل متجبسه. بس كانت اجمل ايام عشتها في حياتي والله. في عروسه بقى حصل لها اللي حصل لي في يوم زي ده يتنسى؟ طبعا عمره ما يتنسى. كانت ايام بحلوها بمرها، ذكرياتها الطعمه جميله جميله، وكانت بدايه لحياه جديده. طلعت لي 4 حاجات في حياتي، من اهم حاجه في حياتي اولادي وحبايبي، ربنا يخليهم لي ويفرحكم كلكم باولادكم، وتعيشوا وتفتكروا وتتهنوا معانا بذكرياتي وذكرياتكم. ولو وصلتوا لهنا وعجبكم ذكرياتي وضحكتوا عليها قوي، العروسه المكسوره، يا ريت تعملوا لي لايك وتكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم.